تعالَ أقول لك سر بكّار اللي ما كنتش تعرفه، وليه كان أكتر من مجرد كرتون للأطفال. هاي يا أصحابي. مساء الخير، أنا مي وهاحكي النهارده عن مسلسل الكرتون بكّار. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تكتين يعني مش هيفرقوا في حاجة. بما إننا في رمضان وبما إن دي أول حكاية في سلسلة حكاياته، فهنحكي النهارده عن واحد من أهم الأعمال اللي ارتبطت بشهر رمضان وأصبحت رمز ليه، وما ينفعش يجي رمضان من غير ما نفتكره. من قلبه وروحه مصري، دي كانت الجملة الافتتاحية لتتر مسلسل بكّار. بكّار أشهر وأهم شخصية كرتونية في تاريخ الرسوم المتحركة المصرية، والحقيقة إن الجملة دي ما كانتش وصف لشخصية بكّار بس، لكنها كانت وصف للعمل كله بكل تفاصيله. تيجوا نعرف ليه؟ في التسعينات تحديدا سنة 1997 فكرت الدكتورة منى أبو النصر بفكرة ما حصلتش قبل كده، فكرة مبدعة مغزاها إنتاج فيلم قصير عن طفل نوبي من جنوب مصر وبيعيش مغامراته بين المعابد وفي حضن الحضارة. فكرة مبدعة جدا كانت ليها الريادة في إنتاج عمل مصري بالكامل. أهم ما يميزه هو إن الشخصية أصلية ذات هوية مصرية وغير مقتبسة، شخصية من صميم المجتمع المصري بتقدم ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع النوبي لأول مرة. الفكرة اللي غيرت وأثرت عالم الرسوم المتحركة كتبت له تاريخ جديد. الدكتورة منى أبو النصر هي منتجة ومخرجة رسوم متحركة ومؤسسة شركة كايروتون للرسوم المتحركة وإنتاج الفيديو. اتولدت يوم 3 نوفمبر 1952 في محافظة اسكندرية، وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة سنة 1975. عينت كمعيدة وحصلت على الماجستير من جامعة حلوان، وبعدها سافرت الولايات المتحدة وحصلت على دكتوراه في الرسوم المتحركة من جامعة كاليفورنيا. بعد رجوعها لمصر بدأت في إخراج مسلسلات كرتون للأطفال ونجحت نجاح كبير زي كان يوماني والسندباد. وبعد رحلة تعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف اقترحت عليه فكرة تقديم فيلم قصير عن الطفل النوبي. تحمس المؤلف عمرو سمير عاطف للفكرة وقدم وصف واسم شخصية بكّار للدكتورة منى، واسم بكّار كان اسم حد حقيقي نوبي فعلا يعرفه المؤلف عمرو سمير عاطف. وبالفعل بدأ المؤلف في كتابة الفيلم اللي كانت مدته 18 دقيقة. بتكمل اللوحة الإبداعية لما بتختار الدكتورة منى الفنان الكبير محمد منير تحديدا عشان يغني أغاني الطفل، لأن محمد منير مطرب نوبي من الجنوب، ومفيش حد ممكن يكون أنسب وأصدق منه يقدم التجربة دي. وبيكتمل الفريق مع الملحن عمرو أبو ذكري والمؤلفة كوثر، وقدم الثلاثي تتر البداية والنهاية بألحان وكلمات وغناء غاية في الإبداع. أغنيتين يلمسوا القلب اتحفروا في التاريخ، مفيش حد ما يعرفهمش ومفيش حد مش حافظهم. نزل الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون وحقق نجاح ضخم وحصد جوائز كتير جدا. ومن هنا قررت الدكتورة منى أبو النصر إن هي تطور الفكرة وتقدم مسلسل كامل عن شخصية بكّار. يعني بكّار بدأ كفيلم قصير في الأساس وبعدها تحول لمسلسل، وهنا سافر المؤلف عمرو سمير عاطف لأسوان عشان يكبر الفكرة واقتبس كل شخصياته اللي بنى عليها الأحداث وكل الأجواء من أرض الواقع. عشان كده المسلسل كان قريب جدا من الناس سواء أطفال أو كبار، لأنه ما كانش بيقدم بطل خارق وقصص خيالية وأسطورية، ولكن شخصيات حقيقية بسيطة ومجتمع موجود بالفعل. فبكّار كان طفل عادي جدا بيروح المدرسة وعايش مع مامته ومعزته رشيدة. كان فنان ورسام بكف رقيق وصغير، مهذب وطيب وشطور، وبيعيش رحلة من المغامرات مع أصحابه اللي قده وقده. حسونة الشقي اللمض، فارس اللي مش بيفكر في أي حاجة غير الأكل، وصاحبهم التالت همام اللي بيطلع رحلات صيد مع باباه في المركب بتاعتهم في النيل. وشخصيات تانية كتير اتحفرت في أذهاننا زي مشرط الشرير حرامي الآثار اللي كان بكّار بيطارده طول الوقت، والخال سيدون وعم جردوني والجدة بخيت. وتعرض المسلسل لأول مرة في رمضان سنة 1998 وحقق نجاح ما حصلش. بكّار ما كانش مجرد حلقات رسوم متحركة وشوية ألوان العيل بيتلهي فيه، لكنه كان بيعلم الأطفال بطريقة غير مباشرة من خلال المغامرات والمواقف اليومية اللي بيعيشها بكّار، واللي كانت زي دروس بسيطة وسهلة الفهم. كان بيقدم قيم أخلاقية مهم جدا إن هي تتغرس في الأطفال في السن ده، زي الصدق والأمانة والتعاون وتحمل المسؤولية، غير كمان روح الانتماء للوطن والاعتزاز بالتاريخ والمحافظة عليه. ومع كل ده أشار لنقطة في غاية الأهمية، وهي تعزيز تقبل الاختلاف، لأن تقديم شخصية طفل نوبي كبطل رئيسي ساعد في نشر فكرة التنوع الثقافي في المجتمع المصري وتعزيز الهوية المصرية وإبراز ثقافة النوبة وعاداتها وتقاليدها، ملابسهم التراثية المبهجة ولهجتهم الجميلة. ارتبطت الشخصيات في أذهاننا بأصوات فنانين حقيقيين قدموا دوبلاج وأداء صوتي هايل، زي الفنان عادل خلف فنان بالمسرح القومي اللي قدم أصوات شخصيات رئيسية زي
مشرط الشرير والخال سيدون والعم جردون، وغيرها كتير شخصيات كمان تانية بتظهر خلال الحلقات. كمان الفنان عادل خلف ارتجل وأضاف للسيناريو إفيهات كتير جدا، إفيهات كانت غاية في الكوميدية، نقلت المسلسل لحتة تانية. يغيروا له مديرين، يغيروا شركات أمن، يكشي يغيروا له بامبرز. أنا مجرى، أنا إيه مجرى. أما بقى حسونة وأم بكار والمعزة رشيدة وحبيبة والجدة بخيتة، قدمتهم الفنانة سهير البدراوي، صاحبة الصوت المميز والتاريخ الحافل بأداء الأصوات وملكة التعليق الصوتي والدوبلاج، وغيرهم طبعا فنانين كتير جدا شاركوا في الأداء الصوتي للمسلسل. أما صوت بكار فقدمه في الموسم الأول محمد درويش، وفي المواسم اللي بعد كده عمرو مصطفى. وطبعا كل فترة كان بيتم تغيير الأطفال اللي بيقدموا صوت طفل بكار عشان صوتهم يكون ملائم للفترة السنية اللي بيقدمها بكار. وبجانب الأداء الصوتي طبعا كان فيه مجهود خرافي ما نقدرش ننساه من فريق ضخم من الفنانين والرسامين، عكفوا بمنتهى الجهد على تصميم الشخصيات وتحريك الرسومات. استمر تقديم المسلسل من سنة 1998 ولحد سنة 2007، 9 أجزاء متتالية، كل سنة بيذاع جزء بانتظام في رمضان، إلى أن توقف إنتاج وعرض المسلسل مع وفاة المخرجة الدكتورة منى أبو النصر. لكن الجميل إن سنة 2015 قدم المخرج شريف جمال، وهو ابن المخرجة منى أبو النصر، إعادة إحياء المسلسل، ورجع بكار من تاني ولكن بشكل متطور وبتقنيات أحدث مناسبة للعصر. بعد ما كان بيتقدم في التسعينات برسومات 2D بتتحرك بشكل تقليدي، رجع برسومات 3D أو ثلاثية الأبعاد وبجودة ممتازة. واستمر المسلسل الهادف على نفس الوتيرة من تعليم الأطفال وتوعيتهم بحاجات كتير من خلال مواضيع جديدة تتماشى مع العصر، زي حلقة التوعية عن الاستخدام المفرط لألعاب الكمبيوتر، وضرب مثال بلعبة صابواي. كمان تم تقديم حلقة بتتكلم عن مرض السرطان، واللي كانت حلقة مؤثرة جدا. الحلقة كانت بتوعي الأطفال عن المرض وعن آداب التعامل مع المصابين والعوامل اللي ممكن تكون سبب في الإصابة، والعادات الخاطئة الضارة زي الاستخدام الخاطئ لمنتجات البلاستيك. الحقيقة أنا شايفة إن إعادة الإحياء كانت فكرة ممتازة، وعجبتني جدا جدا الأجزاء الجديدة، وما حسيتش اللي هو إحنا بنبوظ الحاجات القديمة الحلوة والكلام اللي دايما بيتقال على إعادة استكمال الأعمال القديمة واللي غالبا بتفشل. بالعكس، المسلسل حقق معادلة صعبة وحافظ على جودة المستوى القديم وقدمه بشكل مناسب للعصر الحالي. الكلام اللي بيقال عنه إنه محققش نجاح هو محض هراء يعني، لأن الجيل اللي بيتقدم له المسلسل هو جيل مختلف تماما عن جيل التسعينات. أصلا المسلسل وقتها كان طفرة، بيتعرض لوحده على التلفزيون في رمضان، ودلوقتي هو مازال بينافس وسط آلاف الأعمال اللي بتتقدم على عشرات المنصات. فكونه يصمد ويحقق ملايين المشاهدات على يوتيوب، أنا مش عارفة ده فشل إزاي يعني. ملايين المشاهدات وهو جاي من التسعينات أصلا، يعني ده المعنى الحرفي للنجاح والاستمرارية. اللي ما حضرش الفترة دي مش متخيل بكار أثر في جيلنا إزاي ولأي مدى، وإزاي أصبح أيقونة ورمز من رموز رمضان. اللي ما حضرش الفترة دي مش عارف بنحس بإيه لما بنسمع التتر، من صغره وصغر سنه عارف معنى إنه من قلبه وروحه مصري والنيل جواه بيسري. مسلسل بكار تجربة مصرية خالصة من أكبر التفاصيل لأصغرها، صنع بأيادي مبدعين مصريين بمنتهى الصدق والشغف، من خلال فكرة رائدة ومبتكرة غيرت تاريخ الرسوم المتحركة المصرية من إبداعات المخرجة الفنانة منى أبو النصر. في وسط كل هذا الصخب من الأعمال اللي بتتقدم للأطفال، كتير منها بقى بيساهم وبيحاول يمرر أجندات بمنتهى الخطورة. وسط كل هذا الصخب عرفوا ولادكم على مسلسل بكار، وسيبوهم يتفرجوا عليه وانتم مطمنين، ورثوهم حبنا ليه، وخلوهم يشاركونا ذكرياتنا القديمة، واعملوا معاهم ذكريات جديدة. ودي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.